إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سلم على محمد وآله محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا لمقدم ترابه الفداء الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والآخذين وإياه بثأر جده وجدته وأجداد وشيعة ومواليه المصلين خلفه المستشهدين بين يديه. آيات التبريكات وأسمى التهاني نزفها لمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين والأئمة من أبناء الحسين وإلى نائبهم بالحق الإمام الخمنائي العظيم روحي له الفداء، وإلى علمائنا الأعلام ومراجعنا الكرام، سيما سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله، وإلى كافة الأمة الإسلامية بل والبشرية، خصوصا أتباع أهل البيت، وبالأخص الحضور الكريم بمناسبة مولد قائم آل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. صدق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الليلة كأختها
الماضية ميلاد بقية الله في الأراضين، مفخرة الأنبياء وأمل المستضعفين، منقذ البشرية ومحقق العدالة الإنسانية، الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. بهذه المناسبة الميمونة أعنون حديثي في هذه القرية المباركة الطيبة، بلدة طيبة ورب غفور، حول المهدي مبشر الأنبياء. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يعتبر من الشخصيات القلائل والنوادر التي تحدثت عنه كل الأنبياء بلا استثناء، وأضحى محلا لتطلع شعوب الأرض على امتدادها. وثانيا يعتبر من الشخصيات القلائل والنوادر التي جاءت هذه الروايات الكثيرة التي تصل في دلالتها إلى حد اليقين، روايات متواترة. وكذلك تتسم هذه الروايات بالكثرة إلى درجة، وأختم بهذه الدرجة، لم تتفق المدرستان السنة والشيعة، بل ولا حتى الديانات الإلهية كما في الكتب المقدسة، على شخصية ذكرت بالتفصيل كما ذكر إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قد ألفت في شخصيته المباركة عشرات الموسوعات ومئات الكتب، ناهيك عن ما قيل فيه شعرا وأدبا ونثرا، وأخيرا ما أضحى محلا لتطلع شعوب الأرض. من هنا هذه الليلة أتناول الحديث في هذا العنوان: المهدي مبشر الأنبياء. وفيه محوران هذا الحديث. الحديث الأول أو المحور الأول في ذكر النصوص التي جاءت في الكتب، ولا سيما في مركز المعلومات وهو القرآن الكريم، على ألسنة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم. والمحور الثاني في العد التنازلي لعلامات الظهور. وما بين هذين المحورين أسئلة من واقع الأمة، ولا سيما التي لم تتمتع بالإضاءة الكافية لرؤية خارطة الطريق للإمام المهدي عليه السلام.
أما أولاً فإن القرآن الكريم مليء بالنصوص التي جرت على ألسنة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم، كنصوص تبشر بظهور هذه الشخصية وحاكمية هذا الرجل وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أكتفي ب3 نصوص وردت في القرآن على ألسنة الأنبياء أجمع. أما النص الأول والبيان الأول الذي ذكر في القرآن الكريم فهو البيان الموسوي، أي الذي جرى على لسان النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام. هذا النبي يعتبر من أولي العزم، أحد الرسل الكبار الذين تحلوا بصفة الصبر، كما ذكرت في الليلة الماضية: فاصبر كما صبر أولو العزم. وتمتعوا بلياقة العصمة وأعطوا قدرة العلم. هذا النبي العظيم قد عاش في مناخ وجو قاتم، بل وتمت ولادته وقبل ولادته تكوينه. تم تكوينه وولادته في ظروف غامضة، في جو إرهابي، في ملاحقة عسكرية من قبل حاكم عصره، ألا وهو فرعون حاكم مصر، الذي سجل القرآن له أسوأ التصرفات، أقسى السلوك. وصلت قسوته ويده العدوانية إلى عالم الأجنة، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، بعد أن علا في الأرض وأفسد وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة على أخرى، وحصلت له إمكانيات ضخمة إلى درجة شكل دولة وكبيرة جداً عريضة وفيها شعب كبير، ألا وهو الشعب القبطي. ولكن هذا الحاكم الجائر حينما وصلت يده العدوانية إلى عالم الأجنة وأخذ يذبح الأطفال بعد ولادتهم ويبقر بطون الأمهات. رواية ينقلها آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله في تفسيره الأمثل، يقول: وصل عدد المقتولين الذين قتلهم فرعون من الأطفال 90,000 طفل في أطراف مملكته، وذلك لرؤيا رآها وفسرها المفسرون والمعبرون للرؤى أن مولودا سيولد هذا العام يكون هلاكك على يديه. هنا صدر أمرا عسكريا وآخر صحيا.
أما القرار الصحي فأوصله إلى وزارة الصحة أن كل امرأة حامل لا بد أن يؤتى بها إليه، وصدر قرار أمني إلى البحث عن النساء الحوامل، وجعل هناك كادر أمني، عناصر استخبارية من النساء، لأن المرأة أعرف بالمرأة الحامل. فجمعت النساء الحوامل وكنا 400 حامل، فشق بطونهن وأخرج أجنتهن. وأما ما تمت ولادتهم فقد ذبحهم ذكورا واستحيا، يعني استرق الفتيات من أجل أن يوجع قلب أهلهم. في هذا الجو تم تكوين النبي موسى، فحملت به أمه وأخفى الله حملها، لم يبن علامات الحمل عليها، وتمت ولادته في ظروف أمنية لم تخبر أحد، بل وأمرها المولى تعالى بخطة أمنية لسلامة وحفظ فرعون أن ارضعيه. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فارميه في اليم إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. تمت ولادة هذا النبي وترعرع وتربى في قصر الدولة في بيت الحاكم. هذا التواجد من أجل ماذا؟ أن يكون خبيراً أمنياً استراتيجياً لكل مكونات الدولة، ما من صغيرة وكبيرة في حكومة فرعون إلا وهي في عين موسى، حتى بلغ من العمر 40 أمره الله بالانتفاضة والمقاومة، فخرج مقاوما وأعلن ثورته الإصلاحية، ورفع شعار الشعب يريد إسقاط النظام. وفعلا تم إسقاط نظام فرعون، وأحسم الله المعركة البحرية بين موسى وفرعون، فغرق فرعون ونجا موسى. هذه قصة موسى، ولكن ماذا؟ بيت القصيد فيها ما ذكره الله من هذا النبي من بيان حينما جاءه قومه يشكون الظلم ويبثون شكواهم إليه. ماذا قال هذا النبي؟ هذا النبي بشر من ليس فقط شعب مصر، ليس فقط شعبه، وإنما شعوب الأرض، بشرهم بالمنقذ للبشرية والإنسانية في قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فيعتبر هذا النبي وهو موسى أحد أنبياء الله ورسله العظام الذين بشروا بمنقذ الشعوب، وهو الإمام الحجة. ولذا ألفت النظر إلى أن مثل هذه الليلة في فجرها أو في فجر الليلة الماضية حينما تمت ولادة الإمام الحجة
الرواية تقول أمره أبوه العسكري أن يتكلم، فأول ما تكلم المهدي بماذا؟ بإدلاء الشهادات الثلاث، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم تلا الشهادة الثالثة لإمامة أمير المؤمنين، ثم الحسن ثم الحسين إلى الحسن العسكري والده. فحينما وصل إلى اسمه الشريف ماذا قرأ هذا الإمام؟ قرأ قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فهذه الليلة هي ماذا؟ ليلة تحقق البشارة من قبل الأنبياء، على رأس القائمة النبي موسى، لأن أول بيان قرأه المهدي في أثناء ولادته بيان هذا النبي العظيم. إذن هذا ماذا؟ البشارة الأولى. وهناك بشارة كل الأنبياء جرت على لسان نبي الله داود، هذا الناطق الإعلامي عن كل الأنبياء، في قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هنا ماذا؟ بشارة من هذا النبي العظيم وهو داود، وهو أحد الأنبياء الذين مكنهم الله في الأرض ومارسوا حكم الله وأقاموا دولة الحق وهي حكومة الله سبحانه وتعالى. إنا جاعلك في الأرض خليفة. فمارس الحكم هذا النبي العظيم، كما يقول العلامة الطباطبائي في الميزان أن هذا النبي اختزل بيانات كل الأنبياء وصاغها الله على لسانه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. في الزبور في اللغة العربية هو كل كتاب سماوي. نعم، هنا ماذا؟ اتصف كتاب داود بعنوان ماذا؟ اسمه الزبور، ولكن كل الكتب السماوية اسمها ماذا؟ زبور. إذن المولى يقول كل الكتب السماوية على ألسنة الأنبياء، كتب موسى وإبراهيم، صحف إبراهيم وموسى وكتاب عيسى، وكل الأنبياء بشروا بهذا الإمام العظيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أما آخر الأنبياء وهو الخاتم محمد فقد بشر الله على لسان هذا النبي العظيم في كتابه العظيم. أين آية البشارة من رسول الله لإمامنا الحجة؟ في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أما الروايات فحدث ولا حرج.
لا توجد شخصية جاءت فيها الآثار والأخبار كما جاءت في الإمام المنتظر، ومن الفريقين تجاوزت الروايات 3000 رواية في شخصية الإمام المهدي، ولنعم ما وزعها على هذه المربعات الشيخ آية الله الشيخ جعفر السبحاني في كتابه الإلهيات في المجلد الثاني صفحة 634 جاء بإحصاء من الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت 3034 حديثاً، وزعها بنظام الرزم بنظام الباقات. كل باقة من الروايات جعل لها عنوان: روايات ماذا؟ الولادة، روايات الأب، روايات الجد، يعني من هو أبوه، من هو جده، علاماته، مدة حكمه، إلى ما هنالك. أختم فقط بعد ذكر هذه البشائر مبشرات الأنبياء للإمام المهدي، أختم بالمحور الثاني وهي علامات ظهوره. والآن نحن ماذا؟ نعيش العد التنازلي فيها. أما العلامات فقد صنفها العلماء إلى صنفين: علامات عامة وعندنا علامات خاصة. ما الفرق؟ أرجو من الأخوة الالتفات. أما العلامات العامة فهي أولاً لم تربط بظهور المهدي، وإنما فيها إخبار من رسول الله عن وقوعها، عن حدوثها. كل ما سيجري على الأمة أخبر النبي به، ولأن النبي يعتبر في آخر زمن من الحياة، لذا صح من النبي ماذا؟ أن يوصف الأحداث في الملاحم والفتن بأحداث آخر الزمان. آخر الزمان ليس يعني ماذا؟ قريب حدوث الساعة، لا، وإنما آخر الزمان يبدأ ببعثة النبي محمد. صل وسلم على محمد وآله محمد. ولأن النبي صلى الله عليه وآله، وقد أشرت في الليلة الماضية، قد رسم خارطة الطريق لخارطة الظهور. رسم خارطة الطريق أين؟ إني مخلف فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. أما خارطة الظهور ففي الحديث الذي تلوته في استهلال المجلس: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي. وحدد ماذا؟ نوعية هذا الخارج، اسمه ونسبه ومدة حكمه إلى كل ما يتعلق بهذه الشخصية. ذكر اسمه الشريف يواطئ اسمه اسمي، يملأها قسطا كما ملئت ظلما وجورا. وحدد الإمام المهدي سلام الله عليه. من هنا النبي صلى الله عليه وآله لأنه في آخر الزمان بعث، فكل ما تحدث به النبي من إخبار لحوادث آخر الزمان نعطي لها تاريخ متى تقع من بعد رحيله صلى الله عليه وآله. ولذا كل الأخبار في الأحداث التي أخبر بحدوثها
كثير منها حدث فيما مضى. فلا يعني حينما نقول علامة للظهور أن الظهور متوقف على هذه العلامة، لا، وإنما يعني أن هذه العلامة أو هذا الحدث سوف يحدث، وليس لحدوث هذا الحدث علاقة بظهور المهدي. يعني لا تشكل هذه الأحداث في مجملها شرط الظهور، وإلا لو قلنا بهذا يلزم أن الإمام المهدي ظهر من زمان. هذا أولا. وثانيا أن هذه العلامات قابلة للتكرار، هذه العلامات العامة قابلة للتكرار. فلو نأخذ مثلا عنوان الهرج والمرج وكثرة القتل والفسق والفجور، هذه الأحداث التي أخبر النبي بحدوثها لم تحدث مرة ولا مرتين ولا ثلاث، وإنما تكررت في ماذا؟ في وقوعها. إذن هذه علامة فارقة في العلامات العامة، أنها ليس لها علاقة بالظهور أولا، وأنها قابلة للتكرار ثانيا. أما العلامات الخاصة فقد جاءت الروايات في ذكر جملة من العلامات الخاصة. هذه العلامات الخاصة تقسم إلى قسمين وأكتفي مع اشتراكها في الجميع أنها تعتبر ماذا؟ تقع قبل ظهور المهدي سلام الله عليه. لو لم تقع هذه لا يظهر المهدي، وإنما لها علاقة بظهور المهدي. قسم من العلامات الخاصة. وهناك قسم آخر ماذا؟ حتمي، بمعنى أنها تشكل شرطا لظهور المهدي. هذه العلامات الخاصة مجموعها الكل ماذا؟ 10 علامات. هناك 5 علامات منها الروايات توصفها بالحتمية، يعني حتما لا بد أن تقع، وإذا وقعت كلها قطعا المهدي سيخرج بعد ماذا؟ وقوعها. ولكن هناك 5 علامات ليس فيها تلازم بين وقوعها وبين ظهور المهدي حتما، وإنما ماذا؟ الحتمية ماذا؟ في وقوعها، وليست الحتمية في شرطها. هذا التفصيل مهم جدا. الكلمة الأخيرة، نحن الآن نعيش العد التنازلي في علامات ظهور الإمام المهدي. لماذا نقول ماذا نعيش العد التنازلي؟ بكلمة بسيطة جدا أرجو الالتفات إليها. كل شيء في هذه الحياة ماذا؟ له عمر افتراضي، واضح؟ هذا المي له عمر افتراضي في نقائه، في صفائه، في منفعته. ولكن إذا انتهى عمره الافتراضي شو يصير؟ الماء يفسد، يعني ماذا؟ يبطل مفعوله، واضح؟ بدل أن يتحول إلى مصدر صحة وإنقاذ يتحول إلى مصدر مرض وإماتة. إذا تشرب الماء المتعفن تعيش ولا تموت بعده؟ تموت، لكن الماء النقي يدفع الموت، واضح؟ فكل شيء في هذه الحياة له عمر افتراضي. كلمة بسيطة على نحو الحزورة. شيابنا الله يحفظهم يدركون الحزورة. حينما نسأل الشياب أي عمر الإنسان أطول، يعني في أي ساعة يكون ماذا الإنسان عمره طويل؟ ساعة ولادته. في ساعة الولادة ماذا؟ عمر الإنسان طويل، ولكن كلما أخذ في الحياة شو يصير؟ يزيد عمره ولا يقصر؟
هنا المهدي من هذا النوع. الإمام المهدي مثلا لو وضعنا له عمرا افتراضيا مثلا 3000 سنة، الآن كم مضى؟ ما مضى أكثر مما بقي. يعني ماذا نحن الآن في العد التنازلي لظهور الإمام المهدي. والعلامات العامة بل وحتى قسم من العلامات الخاصة التي توصف بعضها بالحتمية في الوقوع وبعضها بالحتمية على نحو الشرط وقعت. هنا ماذا إن شاء الله في الليالي المقبلة نسلط الضوء على العلامات العامة والعلامات الخاصة، والخاصة هي العلامات العشر والتصنيف الثنائي. لكن يبقى أننا نعيش الآن في العد التنازلي، ونحن الآن في عصر الظهور، لأننا مترقبين لظهوره صلوات الله وسلامه عليه. وبدأ عصر ظهوره من يوم شهادة أبيه الإمام العسكري. نعم، هذه الليلة نختم كما تقول الروايات عن السيدة حكيمة عمة الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام: دعاني ابن أخي في ليلة النصف من شعبان على مأدبة الإفطار، وحينما تناولت الفطور أردت أن أخرج من بيته، وإذا ابن أخي الإمام العسكري يقول: عمه يا سيدة حكيمة ابقي هذه الليلة ونامي عندنا حبا وكرامة يا ابن أخي. ولكن لماذا؟ قال: الله في هذه الليلة سوف يرزقنا بمولود هو حجة الله محمد بن الحسن، أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صل على محمد محمد وآل محمد صلوات. تقول السيدة حكيمة: سألته: وممن يا ابن أخي؟ قال: من السيدة نرجس أو من هذه الأمة. وذهبت إليها لأبشرها وأبارك لها، لم تعلم أنها حامل فاستحيت مني، ثم نمت معها. وحينما قرب الفجر شعرت السيدة نرجس بحركة الجنين في بطنها. حجة الله الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فلما انفلق الفجر خرجت السيدة حكيمة إلى صحن الدار من أجل أن تتحقق من الفجر الصادق ومن الفجر الكاذب. تقول السيدة حكيمة: رجعت إلى الدار وقد بانت علامات الطلق، ضممت السيدة نرجس إلى صدري، ما هي إلا ساعة وإذا بفجر الإمام يشع في السماء. ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلى على محمد محمد وآل محمد صلوات. أفلح الشاعر حيث يقول: لي على الرسول